كيلو. نعم زائدة. زايدة. والحمد لله يعني مع المدة تقريبا واحد نقول لك شي 15 يوم ولا شهر. الحمد لله شعرت بالتحسن. كان عندي مشكل في مشكل في النعاس، يعني مشكل في النعاس. هل انخفض عندك الوزن؟ هل انخفض عندك الوزن؟ أنت شربت تق- حمض لاكتيك لكن بشكل غير مستمر يعني. نعم، صح. وزنت يعني وتقريبا كم من خمس كيلوغرام؟ تقريبا 5 كيلو. 5 كيلوغرامات. اه جيد، يعني الجسم ينظف. 5 كيلوغرامات ليس الح... بالأمر السهل إذا كانت أملاح ومعادن اه وأشياء تسبب اه حروقات. هي التي اه تسبب مشاكل. هذه الأشياء التي تخزن أملاح، معادن، شحنات كهربائية وكذا، هي سبب المشاكل الالتهابية في الغدد صح واضطرابات في الغدد. صح. نعم. وكان مشكل تعرق، كان بيطلع، يعني بيطلع واحد الريحة كريهة كتير، واحد الريحة، يعني يعني الواحد ما ي... يعني الواحد كيمر من حداك، يعني فهمتي. نعم. تعمل وال عطور، تغتسل بشكل يعني مستمر، ومع ذلك العرق ك- يصدر معه ويخرج الأشياء صح. الجسد، يخرج التقويمات. نعم. نعم صحيح. ومشكل ديال تساقط الشعر، يعني كان كيتساقط عندي الشعر، يعني واحد الدرجة كبيرة، يعني استعملته يعني بخاخ تقريبا واحد يومين، يعني وقف التساقط تقريبا، الله أكبر. يعني يعني فقط الشيء في الذي يوم. كان يسبب لك نعم الشيء الذي كان يسبب لك تساقط الشعر هو نفسه الذي يسبب مشاكل في البروستاتا. عندي لك مم. سؤال. هل كان عندك نعم. إمساك؟ هل كانت عندك حرارة عانيت. مرتفعة في القدمين؟ حرارة لا، ولكن عانيت من الإمساك. عانيت من الإمساك عند شرب الحمض. نعم. وعندي يعني نعم في من الأعراض حمض اللاكتيك، لأنه حرر لك الأشياء التي ترفع الحرارة في الدم، وجعل صح. الدم يأخذ الماء من الأمعاء الغليظة، لهذا حصل الإمساك. هل هذا الإمساك استمر معك؟ استمر تقريبا لما بيستمر، يعني بوقف يومين 3 أيام وبيرجع يعني الحركة عادية. نعم. و- وبغيت نسولك الله يجازيك بخير. عندي قريبة مريضة بس أخذت الوصفة الثلاثية، وعندي قريبة نعم. يعني مصابة بالسرطان، وعملت الكيمو، وعملت هذه الأشعة، يعني غاب تقريبا الكيمو يعني سنة ونص، نعم. وبعد 4 سنوات رجع. يعني رجع، يعني انتقل من كان عندها في الصدر، انتقل لها في العمود الفقري، وبعدين انتقل لها الرأس. ولما انتقل لها الرأس قالوا لها ضروري تعملي يعني سميتو إشعاع. فهمت عليه؟ فهمتي؟ نعم. وعملت تقريبا شي حصص قليلة، ولكن ما كملت تقريبا شي 5 الحصص، ولكن ما تبعش. ويعني وتوقف سميتو توقف، يعني بقى ثابت السرطان، ولكن يعني في الظرف في الأيام الأخيرة، هاد الشهرين تقريبا، كانت يعني البطن بتاع، يعني هي حادفة المرارة زي لا. وكانت في هاد الأخير الشهرين كان يعني كيتجمع عليها السوائل في البطن، ثم يعني نامت نعم. في المستشفى، وتم إزالة السوائل تقريبا شي 10 إيطرو. الله أكبر. آه و و ورجعت، يعني أرسلوها للمنزل. وبغيت نسولك، واش دابا وقالوا لها هي عندك دابا عندها مشاكل في الكلى، وعندها كتير، المشكل الكبير عندها في الكبد حاليا، ما هي حاليا. تتعرق أم هي اه تتعرق أم لا؟ صح. ما ما كتعرقش، وخا دير مم. سميتو يعني ما كتقدرش توقف هي، وما كتعرقش، يعني المسامات يعني عندها مسدودة. انسداد في المسام. نعم
هل تغتسل بالطريقة الصحيحة؟ يعني البعض الأشخاص عنده إفرازات الدهون عبر المسام ولا يغتسلون بالطريقة الصحيحة، يحصل انسداد. الطبقة الدهنية ح- التي أو الأوساخ حتى التي تبقى على سطح الجلد هي سبب المشكلة. نعم، مثل الحمام واخا يغسلوها بالحمام، ما الطريقة يعني التقليدية ما هناك يعني ما أشخاص لا يعرفون. كيساعدش. نعم. بإمكاننا بالحمام يعني بالدوش هكذا بالمغربية يمكن إزالة هذه الطبقة، ولكن يعرف مم. الإنسان كيف. هناك بعض الأشخاص يضع الصابون ويحك يعني بكيس كذا ويصب الماء ويظن أنه اغتسل. هذه نعم. ليست طريقة الاغتسال، يجب إزالة الصابون. وحتى الصابون الذي يترك طبقة دهنية على الجلد هذا غير مناسب لإزالة الأوساخ. مفهوم؟ الأفضل الصابون البلدي هذا، وكذلك يزيل هذا الصابون، وبعد ذلك يعمل كيس ويبدأ يحك. وأقول نعم. لكم كيف تعرفون هل هناك طبقة دهنية أو أوساخ أو جلد ميت على الجلد. حينما الإنسان يغتسل ويجفف، يعمل هكذا على الذراع وعلى المناطق الجسم هكذا وعلى البطن، يبقى حك هكذا. إذا نعم. رأيت الأوساخ تتقلع، اعلم أنك يعني لا تغتسل بالطريقة الصحيحة وتسبب في يعني احتباس السوائل والأملاح. هذه الأملاح هي التي تؤدي إلى حروقات وزيادة الكربون والمعادن الثقيلة في الجسم. والمعادن الثقيلة هي سبب الظهور يعني التقرح هنا وهناك السرطانات لا قدر الله. نعم. أولا بغيت بما أنك نسولك. قلت احتجاج نعم. آه. هنا انسداد المسام، الإنسان لا تتعرق. أول مسألة حل مشكلة التعرق لطرد الأملاح والمعادن، ثم نظام غذائي، ثم تنظيف البطن لإصلاح الامتصاص. هناك بروتوكول بغيت نسول تتابع البروتوكول إن شاء الله. بغيت نسولك، الله يخليك الله يخليك. دابا خديت أنا الطريقة الثلاثية، خديت الوصفة الثلاثية، ودابا واش دابا المشكل اللي عندها، حيت عندها هي بحال كما كتقول عندها السموم في الكبد كثيرة. واش هذه الوصفة الثلاثية إلى استعملاتها، واش كاع هذوك السموم اللي في الكبد كيطر، يعني غادي تساعد ما عرفتش كيفاش نقول نعم، لك، ولكن يعني نحن نقول سأعطيكم معلومة. يعني تفريغ الكبد. تفريغ الكبد أي يكون صح بأمرين: صح. إما أن تعطى أشياء مذيبة حارقة للدهون باستمرار من بينها أعشاب وكذا، وهذه الأشياء الحارقة للدهون، فالدهون تذاب، الدم دائما يتشبع، والجسم ينظف نفسه عن طريق الكلى، مجرى البول أو المسام أو الجهاز الهضمي. نحن إذا رأينا الكبد فيه دهون وتراكمات والتهابات، نحفز الكبد بأشياء من الجهاز الهضمي. أنت أخذت الوصفة الثلاثية، هي جيدة. نعم الوصفة صح. عبارة عن منظم، تستعمل هي الوصفة. العلبة الصغيرة هذه محفزة، فيها محفزات قوية تحفيز الكبد على إفراز العصارة. حينما يقع الإسهال، هذا الإسهال الذي يقع هو عبارة عن كميات كبيرة من الأشياء التي تكون في المرارة، ومن الأشياء التي تكون مخزنة في الكبد، ومن الأشياء التي تكون في الدم. لأن حينما نفرغ الكبد والمرارة، فالكبد هنا سيتخلص بشكل دائم مما نظف، وبالتالي سنساعد في تنظيف الجسم بالكامل، يعني نزيل الخمول. وحمض اللاكتيك هو لوحده محفز داخلي وحتى في الجهاز الهضمي، إلا في بعض الحالات نعم. التي يكون فيها خمول شديد، فهنا يجب أن يتدخل شيء أقوى من حمض اللاكتيك، محفز يعطي يعني استشعار للخلايا العصبية. فحمض هاد اللاكتيك يلعب ثلاث أدوار تسجلوها: حمض اللاكتيك آه. مذيب داخلي، محفز، ناقل. يعني صاحب السرطان يحتاج دائما إلى مغذيات. الدم يجب أن تصل إليه الكالسيوم هاد والحديد، لأن الالتهاب الذي يطرأ أو التآكل في الجسم، فالجسم دائما يحتاج إلى أشياء ليحارب بها ويقاوم بها، أشياء التي يبني بها لبنات الخلية. يعني عندنا نسيج أو شعيرات دموية دمرت، فالجسم يبني نفسه. هل يبني نفسه بالسكر والملح وهذه الأشياء التي تدخل، أم يبني نفسه بمركب معدني؟ يبني نفسه بمركب معدني. ماذا لو كان هذا الشخص يعاني من سوء الامتصاص الحاد منذ مدة، والجسم يفتقر إلى العناصر المهمة لصناعة يعني بناء لبنات